تعددت الأسباب والموت واحد. كل واحد فينا مكتوب ميعاد هيمشي فيه والطريقة اللي هيمشي بيها، بس عارفين موت الفجأة كم بدون مرض بحادثة بيوجع، وبالذات موت الأطفال. كتير مننا بل كلنا حزنا على موت الطفل ضاضة الليثي ابن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي. والله يا جماعة أنا ما كنت متابعاه قبل كده، بس لما قريت خبر فجأة عن طفل وبدأت أدخل على الفيديوهات بتاعته، بدأت أتابع الفيديوهات اللي بتتقال عنه واللي بيتكلموا عنه. اللي لفت انتباهي الجدة أم أبوه. أول ما مات الواد قالت أنا سبته ثانية، كنت بدخل صينية الأكل في المطبخ وجيت أدور عليه والمفتاح معايا في صدري، ودخلت على عمته ببص من الشباك لقيت لما العباية خدتها ونزلت الأسانسير وأنا بجري واللي مش حاسة بالدنيا. أوكي، مت. فيديو تاني تقول أنا كنت في المطبخ بجهز الغدا عشان نتغدى أنا وهو وعمامه في المكان ده. المكان ده كان بتاعه. هنا بقى مربط الفرس. لما انت داخلة المطبخ وبتجهزي أكل وفي طفل عندك 9 سنين عنده فرط حركة زي أطفال كتير بتحب تتحرك، أكيد البلكونة فيها كرسي فيها كنبة، وارد إن الطفل يطلع يبص حب استطلاع. ما قفلتيش البلكونة ليه يا فتكة قبل ما تدخلي المطبخ؟ بتقولي سألت عمته. داخلة المطبخ يا تاخديه معاكي في المطبخ يا تقفلي البلكونة وتقعديه في الصالة يتفرج على التلفزيون، يا إما تخليه يدخل عند عمته. لكن غلط تسيبي طفل في بلكونة لوحده، ووارد إن هو يطلع يتفرج على الناس، فشيء طبيعي راسه تخونه ويقع ويموت. أنا عارفة دي موته، تعددت الأسباب والموت واحد، لكن هو كده مات بإهمالك، ومات طبعا بالحسد العين. الفيديوهات اللي لقيتها له والواد الله أكبر ما يتعزش على اللي خلقه، دمه خفيف، وتعليقات الناس المستفزة، ده تخين، ده بياكل، ده بيجري، ده بيتحرك، ده الكلام ده. تسكت الجدة؟ لا، يسألوها عن أمه ترد تقول الله أعلى، الله أعلم باللي في قلبها واللي في نفسها. أبوه كان بيحبه والواد كان بيموت في أبوه. ما يخيرش عليكم الفيديوهات اللي كان بيطلع فيها، ده روحه كانت في أبوه بس، وكان بيعشق أهل أبوه، يعني كان بيكره أمه وأهل أمه. إيه الكلام المستفز بتاعك ده يا شيخة؟ أنت مهما حبيتيه عمرك ما هتحبيه زي أمه. الأب والأم أكتر ناس بيتوجعوا على ولدهم لأنه جزء منهم. إزاي؟ هو ده ردك؟ في حين رد الأم أول ما ابنها مات الله يصبرها ويصبر كل مبتلي. قالت ده موته، ادعوا له بالرحمة وبالمغفرة، أمانة وربنا خدها. شفتوا قوة الإيمان؟ شفتوا الرد ما بين الحما وما بين مرات الابن؟ بدل ما تقول ربنا يصبرك يا مرات ابني ويعوضك خير ويعوضك خيرا منه، لا ما تقولش كده. زي ما تكون مستخسرة تقول كلمة طبطبة للبنت الغلبانة اللي فقدت ابنها، وفقدته بسبب إهمال جدته. أيوة إهمال. أنا اللي أعرفه اللي عنده طفل، أنا لما بيجوا ولاد إخواتي الأطفال بقى في البلكونة أقفل الشيش والإزاز بتاع الشبابيك تبقى عيني في وسط راسه، في وسط راسي. منين ما أروح في الشقة تعالى معايا يا فلان. ده المفروض اللي انت كنت تعمليه. والواد شكله الله أكبر ما يغلاش على اللي خلقه. الواد متعاون، كنت تقولي له تعالى يا ضاضة ساعدني في المطبخ، تعالى يا حبيبي ناولني كذا، تعالى كذا. مش انت قاعده مزويه في المطبخ وبنتك مزويه في الاوضه وسايبين طفل لوحده؟ ازاي؟ مش معترفه بخطئك؟ تيجي تقولوا ايه؟
امه ربنا عالم باللي في قلبها. ليه يا اخت امه مش حزينه عليه؟ نصيحه مني للمطرب اسماعيل الليثي، انا ما اعرفكش ولا اعرف مراتك، بس نصيحه اخويه، حافظ على بناتك، ما تودهمش عند حد تاني، ولو راحوا عند اي حد رجلك او رجل مراتك على رجليهم. محدش بيخاف على حد غير ولده يا ابني، صدقني. ربنا يصبركم ويعوضكم بالذرية الصالحة، ويا ريت بناتكم ما يطلعوش على السوشيال ميديا، حاولوا ابعدوهم عن الناس علشان الحسد. انا مش لاقيه كلام اقوله غير اني اتمنى من جدة ضاضة ما تطلعيش في اي تصريحات تانية، لان بصراحة تصريحاتك مستفزة، تصريحاتك ما فيهاش رحمة لمرات ابنك. انتي عاملة زي الجلاد، ضربني وبكى وسبقني واشتكى، يعني الواد مات عندك بإهمالك وكمان شغالة الدور. امال لو لا قدر الله كان مات في بيت ابوه وامه كنت كلتي بقى مرات ابنك؟ الرحمة كويسة يا حاجة. اتمنى انك انت ما تطلعيش في اي فيديوهات تانية علشان الناس بتتضايق من التصريحات دي. اصعب حاجة فقدان الضنا، قدري الحكاية دي، فليقل خيرا او ليصمت، لا تقولي كلمة كويسة يا تسكتي، ويفضل انك انت تسكتي. عارفين يا جماعة، انا الولد ده لما شفت الفيديوهات بتاعته والله زي ما بقول لكم بقى ادمان عندي، كل يوم اتفرج. بدأت اشوف معاملة الولد للفرقة بتاعت ابوه، الله يرحمك يا ابني، وارتباطه بحلاوة بدمه الخفيف، انت هاتي حلاوة. بقى ادمان عندي كل يوم اتفرج عليه واترحم واقول ربنا يصبر قلب امك وابوك يا ابني عليه، واتفرج على خالاته معاه ومدى الحب اللي هم فيه. ربنا يصبركم جميعا ويعوضكم ويجعله في ميزان حسناتكم، وان شاء الله يكون ده بوابة دخولكم للجنة، هو ما يغلاش عليه اللي خلقه. مش لاقي كلام اقوله غير عتاب للحما لاخر مرة، بلاش تطلعي فيديوهات. وانت يا استاذ اسماعيل، انت ومراتك حافظوا على اولادكم، ما تودوهمش عند حد تاني ارجوك. كنت اتمنى من حق يا حما، طالما انت عندك حفيد كده حركته فرد، يا تقفلي البلكونه حديد يا اما كنت تقتليها طول ما حفيدك عندك. يلا الحمد لله تعددت الاسباب والموت واحد، البقاء لله وحده، وربنا يصبر كل واحد فقد ولده او فقد انسان عزيز عليه، ويجعله في ميزان حسناته الفقد ده، ويعوضه باللي احسن منه، قادر على كل شيء. في الجنة ونعيمها يا ضاضة، انت عصفور يا ابني من عصافير الجنة، ما عملتش حاجة بدنيتك غير انك انت كنت بتحب الناس، بتحبهم من قلبك لانك طفل نقي. كفاية فيديوهات الكلب بتاعه، اوفى حاجة الكلاب للبني ادم، بيحس باللي بيحبه. الكلب رافض ياكل، حزين عليه. لو ضاضة ده كان جاحد او طفل شقي او شرس ما كانش الكلب اتأثر، لكن هو الواضح ان ضاضة كان حنين على طوب الارض، وطوب الارض كانوا بيعشقوه. من ضمن التصريحات المستفزة من حق للحما، احنا عملنا العزا هنا في امبابة علشان الفيديوهات والشو اعلامي مش عايزينها. ده انت اول واحدة طلعت اتكلمتي قبل امه، انت اول واحدة اتكلمتي، شو اعلامي ايه؟ ده انت كل تصريحاتك مستفزة يا حاجة. اتقي الله في مرات ابنك، اتقي الله في الحالة النفسية اللي هي فيها، اللي ربنا وحده عالم بيها هي عايشة ازاي. ارحميها لوجه الله تعالى يا حاجة. بلاش الشغل اللي انت بتعمليه ده،
بلاش شغل الحموات، ده مش وقته. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يهديك يا أمي ويهدي اللي زيك. أشوفكم على خير.